اليوم راح اجاوبكم على اكثر سؤال قاعد يجيني، اللي هو هل موعد بدء العام الدراسي راح يتاثر بامتحانات الدور الثاني او لا؟ فان شاء الله راح اجاوبكم على هذا السؤال من خلال هذا الفيديو. سووا متابعه ولايك وحفظ للفيديو حتى من تحتاج ترجع له، وهسه خلينا نروح على التفاصيل المهمه. بعد ما عندنا وزاره التربيه موعد انطلاق العام الدراسي الجديد يوم 22/9، وهي سابقا محدده موعد امتحانات الدور الثاني يوم 18/9، فالفرق بيناتهم هو فقط 4 ايام. فاكيد 100% ولا شك ولا ريب انه راح تتضارب الامتحانات ويا موعد بدء العام الدراسي الجديد. فطالب الدور الثاني شنو وضعه هنا؟ اللي هو بدا الدوام وهو بعد يمتحن دور ثاني. فراح اوضح لكم التفاصيل. اول شيء خلي ابشرك انه وزاره التربيه نشرت وقالت لا تؤثر او لا يؤثر موعد بدء العام الدراسي على موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني، والامتحانات ساريه على موعدها، يعني مطلقا ماكو اي شيء او مخالفه او تضارب يصير بامتحانات الدور الثاني، مستمره على وضعها. هسه هنا انا خصمت لك الامر، تقدر من هاي اللحظه تقدر تبلش تقرا لامتحاناتك، ولا تخلي ببالك انه الامتحان تتاجل ولا شيء، لان وزاره التربيه اكدت انه هذا التضارب ما راح ياثر ولا يسوي اي شيء، والامتحانات ساريه على موعدها. واذا تريد تعرف السبب انه وزاره التربيه ليش خلت هذا الموعد قريب على امتحانات الدور الثاني، لان وزاره التربيه هذا الاسبوع راح تخليه من يوم 22 الى حد 1/10، هذا اسبوع تنظيمي ترتب به المدارس وتجهزها للدوام. وبالاسبوع اللي وراه اللي هو من 1/10 اليوم 7/10، هذا تقريبا ما راح يكون دوام رسمي، راح تبدا الطلاب استوى تجي، لكن لحد يوم 7/10 تقريبا راح تبلش الدوام الصدق. فانت خلال هاي الاسبوعين راح تكون طالع النتائج ومكمل وتباشر بالدوام ويا جماعتك، فلا تتوقع انه انت راح تتاخر او تروح عليك الماده، لا. فان شاء الله شد حيلكم هاي السنه، وشفت العذاب اللي انت بيه حاليا، بالسنه الجايه شد حيلك واطلع من الدور الاول، ولا تنتظر وزاره التربيه تعطيك 5 درجات او تعالج لك درجات حرجه او تنطيك دور ثالث، لا. انجح بجهدك وشوف جماعتك شلون مرتاحين اللي ناجحين من الدور الاول، صار له فوق ال3 اشهر 4 هو ما قاري ولا شايف الماده. انا على مود قاعد احكي، في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.